السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم، معلش آسف جدا على التأخير شوية دول. بس كان في كده مشكلة في النت، ويا رب إن شاء الله ما تتأثروش انتوا بيها دلوقتي. طبعا يمكن احنا قلنا في المقدمة بتاعة اللايف ده في ناس كتيرة. طبعا احنا اتقابلنا يوم الجمعة اللي فاتت، واتقابلنا الجمعة اللي قبلها، واتكلمنا بشكل كبير في المحاسبة، ويمكن الناس كمان حلت تمارين. وأنا في آخر الفيديو ده إن شاء الله وآخر اللايف ده هحل امتحان المحاسبة اللي احنا اتفقنا عليه مع بعض. اللي انا بس عايز اقوله لكم حاجه، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا بنشتغل في طريقتين او في اكتر من طريقه احنا بنشتغل بيها. تمام، في الطريقه الاكاديميه، وفي طريقه المحاضر او خالد المصري بشكل خاص. الطريقتين هنشتغل بيهم مع بعض. احنا بس سريعا للناس اللي هي ما شافتنيش قبل كده او ما اتعاملتش معايا قبل كده بشكل مباشر في محاضره، احنا اتفقنا مع بعض اتفاق ان احنا بنشتغل بثلاث حاجات. افهم، مفيش حاجه حفظ. اضحك، لانك لازم تكون مبسوط وانت بتاخد محاضره. اعرف قيمه عقلك كويس. تمام، النهارده هنشتغل ماده مع بعض هي يعني يمكن عامله هسهس لناس كتير، او في ناس كتيره بتقلق منها اصلا من زمان، حتى في ناس كمان ممكن ما تكونش درستها وقلقانه منها على الفاضي زي ما بيقولوا، الا وهي الرياضه. انت عندك الترم ده المحاسبه، واحنا اشتغلنا فيها مع بعض وقلنا في المحاسبه ان الدنيا قد ايه كانت سهله، ويمكن احنا كنا بدانا كمان بالصعب. تمام، وعندك ماده الرياضه، ودي هناخدها برضو ان شاء الله دلوقتي. تمام، ويمكن هناخد منها كام. وعندك ماده اللغه، وانا قلت لكم اللغه دي بتاعتي، انا مش عايزك في اللغه غير عارف، قلت لك A B C D 4 حروف دول، وهتقفل اللغه لو انت لا تفقه شيء في اللغه. تمام، وقلنا مع بعض ماده الاداره. تمام، ماده جميله جدا من المواد النظري اللي تفهمها ما تحفظهاش. ماده الايكونومكس او الاقتصاد، دي برضو ماده بتعرف فيها العرض والطلب والتوازن، ثلاث مواضيع، والثلاث مواضيع اتفه من بعض. تمام، وقلنا طبعا احنا قلنا اتفقنا مع بعض محاسبه، رياضه، لغه، اداره، اقتصاد. ماده القانون، ماده القانون هتتعرض لها الترم ده بس، ومش هتتعرض لها تاني. تمام، على مدار جامعتك. تمام، واتفقنا مع بعض ان ماده القانون ماده بتعرفك القواعد العامه، القاعده القانونيه بتتعمل ازاي، والعرف والقانون. تمام، ودي دكتور سيد هيتكلم معاكم فيها باستفاضه عشان ما ضيعش وقت. تمام، المفروض ان الملزمه بتاعه الرياضه دي اتشيرت لكم، او اللي ما شافهاش لسه على الجروبات. تمام، بعد ما اقفل اللايف ده على طول مباشره هتكون معاكم باذن الله موجوده على الجروبات. عايز بس قبل ما ابدا كده معلومه بين قوسين: خالد المصري والمحاضر مش مكان هادف للربح، مش مكان الاصل فيه الربح. لو المكان الهدف الاساسي فيه ربح انا ما كنتش عملت اللايف اللي انا بعمله ده، عشان تبقوا فاهمين بس. فاحنا مش عايزين يعني بيعمل كده ليه، بيعمل كده ليه، دي عشان انا اوضحها لك. تمام، حط كده قاعده اساسيه، ودي ابني عليها كل حاجه انا بعملها. تمام، اللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز براحته. انا في حاجه كده بتقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منهم علم ينتفع به. فانا لو مش هاخد منك ماديات، هاخد منك علم ينتفع به، ده هاجر بيه ان شاء الله، وده الهدف الاساسي عندي. تمام، قبل الجانب المالي. رياضة ممتعة، مادة ممتعة ليه؟ انت ايه اللي هتاخده في الرياضة؟ اللي هتاخده في الرياضة الموضوعات الآتية: المعادلات، ودي هتاخد المعادلات وتطبيقاتها التجارية. تمام، يبقى المعادلات أول موضوع، وليها كام تطبيق؟ ليها التطبيق التجاري الأول، والتطبيق التجاري الثاني، وبعد كده عندي الموضوع الثاني ألا وهو المحددات. تمام، موضوع جميل جدا. الموضوع الأخير المصفوفات. يبقى احنا عندنا كم موضوع؟ احتمال يبقى في حاجة اسمها البرمجة الخطية، أو لا، تفاضل وتكامل، معلش. تمام، ده يعني بنسبة ضئيلة قوي ممكن يحصل، لكن احنا الأساسي معانا معدلات وتطبيقاتها التجاريه، التطبيق التجاري الاول، التطبيق التجاري الثاني، محددات، المصفوفات. تمام، انا استبعد دي دلوقتي لان هي ما اتشرحتش من حوالي 5 6 سنين، فما يتهيأليش يعني. تمام، دي مواضيع سهله جدا، سهله جدا، سهله جدا جدا جدا. يعني كل حاجه هقولها بس خد بالك، هتبقى ماسك معايا ورقه وقلم زي ما اتفقنا، وهيبقى في طريقتين للحل: طريقه اللي هي الاكاديميه البحته، والطريقه اللي احنا هنحاول مع بعض الجانب بتاعنا بقى يظهر هنا، اللي هو هنختصر، ينفع نختصر في حل المسائل دي، ينفع جدا. تعالى أول حاجة المعادلات. المعادلات يعني إيه؟ معادلة يعني حاجة زي كده: 5 س مثلا زائد، هنقول كده زائد 8 بتساوي 22. دي بيتقال عليها معادلة من الدرجة الأولى.
فيها مجهول واحد اسمه س. فيها مجهول ايه؟ واحد اسمه س. المفروض شغلتك في المساله ان انت تطلع قيمه س دي بكام. وفي حاجه ثانيه، 5 س زائد 4 ص بتساوي مثلا 30. دي معادله من الدرجه الثانيه لان فيها مجهولين، تمام؟ وفي معادله من الدرجه الثالثه الدرجه الاولى فقط لا غير، تمام؟ معادله من الدرجه الايه؟ الاولى. هتجي لك المساله بالمنظر ده، بيقول لك 5 س زائد 8 بتساوي 22. حضرتك عشان تجيب قيمه س، احنا دلوقتي شغالين في الموضوع الاول الا وهو المعادلات. يا ريت بس لو الصوت كويس والصوره كويسه حد يقول لي. فاتح يا ياسر؟ ها؟ طيب طب اقرا من عندك. شايف الناس بتكتب؟ شغال. طب اسأل. الناس كاتبه. مش كاتبه حاجه. معلش يا جماعه. معلش، هو الواي فاي كان فيه مشكله النهارده وبعد كده بنطلع من الباقه والقاعه اللي احنا فيها ما فيهاش شبكه، فده ممكن اللي يكون عامل الازمه. تمام يا ياسر؟ تمام. طيب سريعا، 5 س زائد 8 بتساوي 22. دي المعادله من الدرجه الاولى. تاني الناس اللي ما خدتش بالها او اللي مش شايف البورد قوي يكتب كده في ورقه 5 س زائد 8 بتساوي 22. تمام؟ حضرتك دي معادله من مجهول واحد، المطلوب فيها هيقول لك اذا قيمه س تساوي، هيقول لك اذا قيمه س تساوي، هيديك اختيارات 4 أو 3. تمام؟ الامتحان هيبقى هو بالشيت. فبالتالي عشان احل مساله زي دي بعمل ايه؟ حاجه بمنتهى البساطه. تمام؟ هي بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي هنا 5 س زائد 8 بتساوي 22. حضرتك لو في ارقام هنجيبها مع بعض والسينات هنجيبها مع بعض. يعني ايه الارقام مع بعض والسينات مع بعض؟ تعالى كده، انا بقول لك اهو 5 س زائد 8 بتساوي 22. س مفيش س ثانيه، تمام؟ لكن في 8 وفي 22 دي ارقام مع بعض بدون رموز، فهنحول ال8 دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. تعالى الاول قبل بس ما نروح للموضوع ده، اول ما هتنقل حاجه بعد العلامه هيبقى بتحول اشارتها. يعني لو هي موجب هتبقى لما تتحول الناحيه الثانيه هتبقى سالب، طب لو هي سالب هتتحول الناحيه الثانيه هتبقى ايه؟ موجب. تمام؟ عندنا قاعده الاشارات سالب في سالب بموجب وموجب في موجب بموجب، سالب في سالب بموجب وموجب في سالب بسالب. المهم لو الاشارتين مختلفين هيدوا اشاره سالبه. سيبك من دي دلوقتي، اللي انا عايزك تركز معايا السؤال هيجي ازاي في الامتحان. السؤال لما بيجي لك على المساله دي زي ما بقول لك كده، 5 س زائد 8 بتساوي 22. حضرتك كل اللي هتعمله هتشيل ال8 دي من هنا، ولما تيجي تقرا رقم اقرا بالاشاره اللي جنبه. يعني دي موجب 8 هوديها الناحيه الثانيه. ليه؟ هقول لك يا سيدي، عشان انا دلوقتي قلت لك هودي الارقام مع بعض والسينات مع بعض. انا كده 5 س بتساوي، تمام؟ هشيل وال 22 زي ما هي، هودي ال8 دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. هي موجب 8 هتبقى ناقص 8. هتبقى ايه؟ ناقص 8. تمام؟ لان هي زي ال8 هنا هتبقى الناحيه الثانيه بعكس الاشاره ايه؟ سالب 8. تمام؟ هقول اذا 5 س تنزل زي ما هي اهي. 22 لما اطرح منهم 8 يبقى 22 ناقص 8 هيبقوا كام؟ 22 ناقص 8 بسرعه معايا هيبقوا 14. شوف بس المساله دي كده الاول كانت مكتوبه هنا من ضمن المسائل 5 س زائد 8. هي ما كانتش 22 كانت 26 عشان بس ما تتلخبطوش في الملزمه اللي عندك. تمام؟ دي هتطلع بكسر للاسف، يعني احنا كنا المفروض نختار ارقام اقل من كده، بس تعالى كده هتبقى 26. تمام؟ يبقى هنا 26 ناقص ايه؟ ناقص 8 هيبقى هنا كام؟ 26 لما نشيل منهم 8 هيبقى ايه؟ 18. تمام؟ يبقى 5 س بتساوي كام؟
18. تمام، 5 س بتساوي 18. يبقى اذا هقول له اذا س بتساوي، اذا س ايه؟ بتساوي. اقوم قاسم السايب على المربوط. يعني ايه السايب على المربوط؟ يعني الرقم، او بيتقال عليها المطلق على المقيد، او الفاضي على المشغول. تعال نقول المطلق على المقيد. ده مطلق لان مفيش جنبه رمز، وده مقيد برمز. تمام، فبقول ال 18 على الخمسة هتطلع 3 و6 حاجه زي كده. تمام. طيب سيبك من المساله دي عشان فيها كسر. تعال ناخد مساله تمام ما يكونش فيها كسور، وعاده بتيجي اصلا من مسائل ما بيبقاش فيها كسور. تعال ناخد مساله ثانيه ونجرب، اللي هي مثلا عندنا اهي. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك تاني كده اكني انا بعيد من الاول اهو. 3 س زائد 7 بتساوي 22. 3 س زائد 7 بتساوي 22. ده السؤال في الامتحان، وهيديك الاختيارات قيمة س بكام. المفروض انت حضرتك بتعمل دي ازاي بقى؟ بتحلها، بتجيب الارقام مع بعض والسينات مع بعض. انت عندك مجهول واحد اسمه س، يبقى انت عندك الارقام دي هتنقلها مع بعض. تاني كده مش فاهم، تعالى كده ادي 3 س اهي. خلاص؟ تمام، ده موجب 7 ودي الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى أنا هشيل ده من هنا كده وأقول 3 س بقت تساوي 22. طيب وموجب 7 دي هنرميها، قلنا هنوديها الناحية التانية بعكس الإشارة. هي موجب 7 هتبقى هنا سالب إيه؟ هتبقى سالب 7. تمام؟ يبقى إذا 3 س بتساوي 22. لما أشيل منهم 7 يبقى 15. تمام؟ تاني كده بالراحة، المسألة جت كده. تمام؟ قلت خد الارقام وديها مع بعض والسينات مع بعض، هي س واحده، فقلت 3 س وشلت زائد 7 دي من جنبها وديتها الناحيه الثانيه، ولما تنقل هتعكس الاشاره. لو هي موجب هتبقى سالب، ولو هي سالب هتبقى موجب. تمام؟ فانا بقى عندي 3 س بتساوي 22، خدت موجب 7 وديتها الناحيه الثانيه سالب ايه؟ 7. تمام؟ بقى اذا بقى عندي ايه؟ 3 س بتساوي 22 ناقص 7 ينفع اطرحهم من بعض على الاقل. 22 ناقص 7 كام؟ 15. ناقص لي دلوقتي اجيب قيمه س. اجيب قيمه ايه؟ س. بص بقى يا سيدي، 3 س بقت تساوي 15. قلت لك تقسم السايب على المربوط. السايب على ايه؟ دي سايبه. سايبه يعني ايه؟ مفيش حاجه مقيداها. تمام؟ على المربوطه برمز اللي هي الايه؟ الثلاثه. تمام؟ يبقى اذا اقول له عشان اجيب قيمه س هقول له 15 على الثلاثه هيساوي الخمسه، ودي كده قيمه س. هيديك بقى الاختيارات 5 6 7 8 وهكذا. تمام؟ طيب ده موضوع يعني قلما بيجي في الامتحان، بس احنا برضو كان لازم نقوله. دي كده المعادله من الدرجه الاولى. تمام؟ يبقى انا لما يجي لي معادله من الدرجه الاولى بالمنظر ده، اقوم واخد الرقم اللي جنب السين اوديه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، فهتنزل س لوحدها بقت ال 22 نزلت زي ما هي. خدت سالب موجب 7 وديتها الناحيه الثانيه سالب 7. تمام؟ قلت 22 ناقص ال7 يديني 15، و3 س زي ما هي. بقى عندي 3 س بتساوي 15. اقسم مين؟ ما اقسمش 3 س على 15 بقى، لان 3 مقيده بالسين بالرمز. اقسم الرقم على الرقم السائب على المربوط، او المطلق او على المقيد. تمام؟ طيب او الفاضي على المشغول. ده كان فاضي، ال 15 فاضيه والثلاثه كانت مشغوله بسي. فاذا اقسم ال 15 على الثلاثه هيديني الخمسه، واذا خلصت الايه؟ المعادلات. وده درس كده خلص. طيب تعالى بقى، انت قلت المعادلات دي لها تطبيقات تجاريه. تطبيقات ايه؟ تجاريه. تعالى ناخد التطبيق التجاري الاول. ايه التطبيق التجاري الاول ده؟ التطبيق التجاري الاول، تمام؟ لو حد عنده بس مشكله في الصوت او الصوره يقول لي. تمام الصوت والصوره؟ تعالى بقى يا سيدي، موضوع بمنتهى البساطه هتاخده في الاقتصاد كماده نظري، هتاخده هنا بشكل عملي. قلت لك احنا عايزين نفهم اللي احنا بناخده. تمام؟ التطبيق التجاري الاول اللي هو التوازن في السوق. التوازن في الايه؟ السوق. يعني ايه توازن في السوق؟ السوق بيتكون من حاجتين، قطبين مهمين جدا. السوق فيه ناس بتعرض بضاعه وفي ناس بتطلب البضاعه دي. تمام؟ يبقى فيه عرض وطلب. عرض وايه؟ وطلب. السوق لما يبقى متوازن، لما يبقى المعروض قد المطلوب. احنا اللي عايزين ناخده التوازن في السوق لما يكون العرض قد الطلب. العرض قد الايه؟ الطلب. تمام؟ هيجيبها لك رياضه ازاي؟ هو عايز يقول لك كميه التوازن وسعر التوازن. ده السؤال في الامتحان. طب شكل السؤال بيجي لك ازاي اصلا؟ بص يا سيدي، شكل السؤال بمنتهى البساطه بيديك معادله للطلب. بيقول لك اذا كانت معادله الطلب بتساوي معادله الايه؟ الطلب بتساوي اللي هي ص بتساوي 25 ناقص
2 س. وهيقول لك معادلة العرض هتساوي، هي صب بتساوي يعني، تمام، 3 س زائد 5. طبعا الارقام دي بتتغير مش ثابته، تمام. يعني سوق من الاسواق مثلا رحنا سالنا في السوق ده، قال لك يا سيدي ان الطلب معادلته بتقول ان 25 ناقص 2 س، ومعادله العرض بتقول 3 س زائد 5. عايز منك ايه بقى؟ هيقول لك قول لي سعر التوازن ايه وكميه التوازن ايه، سعر التوازن ايه وكميه التوازن ايه. عاده بيبقى سعر التوازن اللي هو س المجهوله دي اللي احنا المفروض نجيبها، س دي او س دي، تمام. وبعد كده كميه التوازن هقول لك بتيجي ازاي. تعالى يا سيدي كده بالراحه معايا. انا قلت لك يحصل امتى توازن؟ لما يبقى العرض مساوي للطلب. لما ايه؟ انت ليه ما قلتش الطلب يساوي العرض؟ انا عايزك في الامتحان تنجز وقتك، ما تضيعش وقتك. ما تضيعش وقت ازاي؟ هتقول له كده العرض لازم يساوي الطلب. العرض لازم يساوي ايه؟ الطلب. هتكتب كده، تمام. دالة العرض الاولانيه ولا الثانيه؟ محدش يقول لي دي بتاعت الطلب. بيقول لك معادله الطلب بتكون 25 ناقص 2 س، معادله العرض 3 س زائد 5. ابدا بالعرض الاول. ليه هبدا بالعرض؟ هتسهل عليك في الامتحان عشان ما تدوش نفسك بالاشارات. فهبدا بالعرض الاول. هبدا بالعرض ازاي؟ اهو تعالى يا سيدي، مش دي داله العرض؟ العرض كانت بتقول ايه؟ 3 س زائد 5 معايا، دي العرض، تمام. انا قلت لازم اساوي العرض بمين؟ بالطلب. انا احط هنا علامه ايه؟ يساوي. انا كتبت ايه؟ 3 س زائد 5 دي جبتها منين؟ دي معطى في الامتحان اللي هي بتاعه العرض، بدات بيها 3 س زائد 5، واقوم جايب بتاعه الطلب وابدا واحطها الناحيه الثانيه اللي هي كام؟ 25 ناقص 2 س. 25 ناقص 2 ايه؟ س. طيب حضرتك اهو بقيت قدامي المساله بالمنظر ده، 3 س زائد 5 العرض لازم يساوي 25 ناقص 2 س. انت بقى بالمعادله تقدر ايه؟ تساويهم ببعض. ازاي؟ اتفقنا مع بعض نجيب السينات مع بعض والارقام مع بعض. السينات ما ينفعش اجمع بصل على تفاح، دي س ودي 5 من غير س، يبقى اذا ما ينفعش اقول 3 س زائد 5 من غير س، يعني دي بصل ودي تفاح ما ينفعش اجمعهم على بعض. لكن اجمع س وس، صاد وصاد، عين وعين، 5 و5، يعني رقم ورقم يعني اقصد. فبالتالي هننقل السينات مع بعض والارقام مع بعض اهو. يبقى انا علامه يساوي هي زي ما هي، س بس دي زي ما هي اهي، 3 س اهي، انقل من جنبها زائد 5 زي ما احنا وديناها على الناحيه الثانيه، تمام. بس هنا في سالب 2 س هاخدها احطها جنب س اختها، تمام. يبقى في عند في العرض، تمام، الس نزلتها زي ما هي، زائد 5 اوديها الناحيه الثانيه. انا عندي سالب 2 س معايا، دي هوديها جنب الرقم بتاعها اللي هي جنب الس بتاعتها، يبقى انا عندي 3 س، وهنا ناقص 2 س هتبقى زائد 2 س. عملت ايه هنا دلوقتي؟ جبت السينات مع بعض. مش انا كان عندي 3 س زائد 5 الناحيه دي، وكان عندي 25 ناقص 2 س الناحيه دي، فانا قمت جايب السينات مع بعض، سبت الس دي زي ما هي، وقمت جايب 2 س دي، مش 2 س بقى، هي سالب 2 س معايا. اقرا الرقم بالرمز اللي قبله، تمام. يبقى سالب 2 س بقت موجب 2 س، تمام. 25 دي انا ما جيتش جنبها. طيب هنا زائد 5 هوديها الناحيه الثانيه، احنا عكسنا كله بقى، هتبقى سالب 5. تاني بالراحه، انا كان بيديني معادله طلب معادله العرض، بيقول لي قول لي سعر التوازن كام وكميه التوازن كام. حضرتك كل اللي بتعمله قلت لك ابدا بالعرض الاول، ابدا بالعرض، حب العرض. بدات بمعادله العرض اللي هي 3 س زائد 5 بتساوي 25 ناقص 2 س، تمام. وبعد كده حضرتك بتعمل ايه بقى؟ قلت لك بتجيب السينات مع بعض والارقام مع بعض، سيب السين دي زي ما هي، وهات السين اللي هي الناحيه الثانيه حطها جنبها، تمام. هتبقى سالب 2 س بقت موجب 2 س، تمام. فكده جبت السينات مع بعض، ال 25 جبت لها موجب 5 بقت سالب 5. هينفع نشتغل على الآلة؟ س وس ينفع يتجمعوا مع بعض؟ تفاح وتفاح ينفع يتحطوا في درج واحد؟ بصل وبصل في درج واحد؟ يبقى 3 س و2 س هيبقوا 5 س. طيب 25 ناقص 5 على الآلة ينفع؟ هيبقى هنا 25 ناقص 5 هتبقى 20. يبقى عندي المنظر اللي احنا شفناه من شويه اللي هو 5 س بتساوي كام؟ 20. 5 س بتساوي كام؟ 20، تمام. قلت لك عشان تجيب قيمه س هتقول له اذا س بتساوي السايب على المربوط. مين السايب ومين المربوط؟ الخمسه مربوطه بس، اما ال20 كانت سايبه، فقلت لك السايب على المربوط او المطلق على المقيد. يبقى انا هقول 20 على الخمسه هيديني 4، ودي قيمه س او ده سعر التوازن. سعر الايه؟ التوازن اللي انت طالبه. تاني المساله دي تاني، هيديني عرض وطلب ولا اقول كلكم تاني ليه؟ ابقى اعيد الفيديو معايا.
طيب انا عايز، انت قلت لي يعني عايز اجيب سعر التوازن وكميه التوازن، انت كده جبت قيمه س. عايز تجيب كميه التوازن، حط الاربعه دي عوض بيها في اي واحده من الاثنين. مش فاهم حاجه. بص يا سيدي، مش انت كان عندك العرض والطلب؟ كان عندك العرض والطلب ليهم معادله، والمعادلتين دول كان مجهول فيهم اسمه س، انت خلاص جبتها. يعني هنقول مثلا تعالى كده، انا عندي هنا اهي، مش انا كان عندي 3 اهي، س زائد 5 بتساوي، وكان عندي س دي مجهوله، ما بقتش مجهوله بقت موجوده. تمام؟ يبقى اذا انا عشان اجيب، انا جبت سعر التوازن خلاص بالطريقه دي، عايز اجيب كميه التوازن بقى، احط الاربعه دي مكان السين، ما هي خلاص ما انت جبتها، ما هي دي اللي كانت مجهول. يبقى انا هشيل س دي واعوض عنها بالايه؟ بالاربعه. فهقول ايه؟ اقول الاربعه دي احطها هنا كده مكان س، لان هي دي اللي مجهوله، اللي كانت مجهوله، فهيبقى 3 في 4. تمام؟ لان س بكام؟ باربعه، و3 س يعني 3 مضروبه في س. تمام؟ طيب س بكام؟ باربعه، يبقى 3 في 4 ب 12. 12 زائد 5 كام؟ 12 زائد 5 17. دي كميه التوازن. كده خلصت المساله بالكامل، ودول المطلوبين اللي هيجوا يقول لك في الامتحان على الجزئيه دي. تاني، يبقى احنا يا جماعه الاول بنجيب معادله العرض ومعادله الطلب، وبعد كده بنعمل التوازن ما بينهم. هاخد مساله ثانيه على نفس الجزئيه عشان ناكد المعلومه. طيب هو انت عندك قلت لي في حل اسهل لدي. يعني ممكن، شفتوا انتوا العريضه اللي انا كتبتها دي كلها، ممكن اختصرها في كلمتين يعني، بس تجربها في الامتحان. يعني انا اقول لك ايه شروطها ساعتها في المحاضره لما نتقابل. الارقام الصغيره اجمعها، والارقام الكبيره اطرحها واقسمهم على بعض، خلصت المساله. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ مش انا عندي هنا 25 و2 س، وعندي هنا 3 س و5؟ بقول لك الارقام الصغيره مين؟ مش 3 س و2 س؟ اجمعهم يبقوا كام؟ 5. 3 و2 5. والارقام الكبيره اللي هي ال 25 والايه؟ والخمس، او السينات اجمعها والارقام اطرحها. السينات جمعتهم، الارقام 25 ناقص 5 كام؟ هيبقى 20. 25 ناقص 5 كام؟ 20. الله 20 على 5، الرقم الكبير اهو على الصغير هيطلع كام؟ 4. كده خلصت المساله برضو من غير ما اعمل كل ده معايا. في بقى بصوا يعني، هي في اكتر من طريقه، بس مش هينفع اقولها كده في اللايف عشان ايه يعني، عارفين بقى اللي هو، بس ممكن ابقى اقولها لكم كده على الخاص اللي عايز يعرفها يعني. المهم، اختصار لكل المساله دي، جمعت السينات وطرحت الارقام، بقى لي رقمين. لما جمعت السينات ادوني 5 3 و2، ولما طرحت الارقام ادتني ايه؟ 20. تمام؟ فبقسم الايه؟ ال20 على ال5، الكبير دايما فوق افتكر كده، والصغير تحت. 20 على 5 فيها الاربعه، جبت الاربعه. يبقى اذا جبت انا قيمه س بخطوه واحده بدل ما اعمل كل ده. تمام؟ طيب حضرتك اخد الاربعه دي احطها في اي واحده من الاثنين، هجيب كميه التوازن. تمام؟ هنشوف مساله تاني كامله. تعالى كده لمساله، اديني آلة حاسبة بس عشان انا مش معايا آلة حاسبة. ياسر، انا طلبت منكم آلة حاسبة وانا ما جبتش. تعالى نشوف الكلام ده في مسألة تاني، زي مثلا بيقول لك إذا كانت دالة الطلب على سلعة ما، أهو بيقول لك اكتب ورايا. تمام؟ وحل، يا ريت اللي يسبق ويجاوب يقول لي. أنا هكتبها وهدي فرصة للناس تحلها مع نفسها. تمام؟ وأول واحد هيكتب الحل انتوا عارفين معايا استاذه هاجر او اي حد من الناس اللي شغاله معانا يكتب اسمها اللي هيقول الحل الصح، او انا هراجع الكومنتات. تعالى كده، بيقول لك اذا كانت ضاله الطلب في سلعه ما هي اللي هي صب بتساوي 105 ناقص 2 س، دي داله الطلب. وداله العرض بتساوي، خليك بره عشان الشبكه. ودالة العرض 3 س زائد 30. 3 س زائد 30 دي المسألة. تمام؟ يبقى أنا عندي دالة الطلب بتساوي 105 ناقص 2 س، ودالة العرض 3 س زائد إيه؟ زائد 30. اتفقنا مع بعض لما أجي أحل، أنا عندك في طريقتين، الطريقة السريعة والطريقة تمام اللي هي إيه؟ الأكاديمية. أستنى دقيقة الناس تحل. مسألة اهي، طلب بيساوي 105 ناقص 2 س، العرض بتساوي 3 س زائد 30. اللي يحل بسرعة دقيقة.
طيب فاضل 15 ثانية. طيب كده اللي حل وكتب الإجابة هو اللي هيبقى مستفيد إن شاء الله. احنا اتفقنا مع بعض لما يجي لي طلب وعرض في مسألة أحط العرض الأول وجنبيها الطلب. ليه؟ لأن احنا عايزين نحصل التوازن في السوق، توازن يبقى العرض قد الطلب. العرض دايما هو اللي بيبقى متحكم في السوق بشكل كبير، تمام؟ فتعالى كده هيبقى هنا العرض لازم يساوي الطلب. ما تقول لي ما تختصر بالطريقة بتاعتك السهلة، لا. الطريقه السهله دي خليها ايه للاخر، تمام؟ او ابدا بيها في الامتحان ايا كان، بس سيبها دلوقتي. احنا عايزين ناخد بس الموضوع بشكل ايه اكاديمي. هتلاقوا بقى في الامتحانات. انا عايز بس اقول لكم على حاجه، الماده دي كلها انا بشرحها في المراجعه بتاعت ليله الامتحان ممكن ربع ساعه، ماده كامله ربع ساعه، والله كانت في 10 دقائق كمان يعني، تمام؟ بس احنا دلوقتي عايزين ناخدها، احنا لسه قدامنا براح وقدامنا وقت، فناخدها بالراحه. في اختصارات كتيره عندها، بس انا عايزك تاصل عندك حاجات معينه. عادي جدا ابدا بالعرض. العرض اهو بيقول ان 3 س زائد 30 حضرتك، تمام؟ ده العرض. قلت لك العرض لازم تساويه بمين؟ بالطلب. اقول يساوي ال 105 دي الطلب بقى ناقص 2 س. هنجيب السينات مع بعض والارقام مع بعض، لعبه على فكره بالاخر. يعني انت من الاخر ايه؟ هتجيب دي مكان دي ودي مكان دي، حط السينات جنب بعض والارقام جنب بعض، تمام؟ عشان ينفع يتجمعوا او يتطرحوا. فهبدا سيب دي زي ما هي بالصدفه دي 3 زي اللي فاتت، فانت ما تثبتش 3 فيبقى هنا 3 س. شيل بقى زائد 30 دي من هنا وديها الناحيه الثانيه، تمام؟ وبعد كده السين دي اجيب اختها اللي هي سالب 2 س اوديها الناحيه دي، فاهو هتبقى 3 س ناقص 2 س هتبقى موجب ايه؟ 2 س. الارقام دي مش ثابته على فكره في المسائل، ده بالصدفه، تمام؟ يبقى 3 س زائد 2 س بتساوي قلت لك دي هنزلها زي ما هي، صح؟ ال 105 احنا ما جيناش جنبها. امال احنا نقلنا مين؟ 30 هنوديها الناحيه الثانيه. هي دي 30 ولا موجب 30؟ موجب 30. لما تروح الناحيه الثانيه هتبقى سالب ايه؟ سالب 30. كلام مظبوط. طب تعالى هنا يساوي س وس ينفع نجمعهم لكن س ورقم لا، س وصاد لا. س وس 3 س و2 س هيبقوا 5 س زي الفل. 105 ناقص 30 ينفع؟ طبعا ده رقم ورقم يطرحوا يتجمعوا عادي جدا. 105 ناقص 30 هيبقى هنا 75، تمام؟ اتبقت لي المسألة 5 س بتساوي كام؟ 75. 5 س بتساوي كام؟ 75. أعمل إيه؟ عشان أجيب قيمة س. أقول له إذا س بتساوي إيه؟ أيوه، الفاضي على المشغول، المطلق على المقيد. المطلق 75. مين اللي كان متأيد؟ الخمسة. يبقى إذا أقول له ال 75 عشان دي اللي كانت فاضية على اللي كانت مشغولة اللي هي الخمسة. 75 على الخمسة فيها الإيه؟ فيها ال 15، جبت س، تمام؟ طيب أنا عايز أجيب، أنا كده جبت سعر التوازن س، تمام؟ عايز أجيب كمية التوازن، حطها في أي واحدة من الاثنين. أنا بفضل حطها في العرض دايما عشان بتريح نفسك، لأن هي لو اتحطت في العرض والطلبة تبقى نفس الكلام. أنا ممكن أشيل بقى س دلوقتي وأجيب له المطلوب الثاني اللي هو كمية التوازن. مش دي كانت 3 س؟ لا، هشيلها وأحط إيه؟ 15. مش 3 س يعني 3 مضروبه في س، تمام؟ س بقت بكام؟ ب 15. بقت 3 في 15. 3 في 15 بكام؟ 3 في 15 ب 45 زائد 30، يبقى العرض كميه التوازن كام؟ 75. يعني انت لو جربت هنا في الطلب هتلاقي نفس الرقم، لان بقول لك كميه التوازن يعني العرض قد الطلب. تعال نجربها في دي. مش دي عندك الطلب كانت بتقول 105 ناقص 2 س، وانا خلاص عرفت س ب 15. اشيل س دي واحط مكانها كام؟ 15. هيبقى هنا كام؟ 2 في 15 ب 30. 105 ناقص 2 في 15 اللي هي ناقص 30، يعني هيبقوا كام برضو؟ 75. يبقى كده صح وكده صح، تمام؟ طب انا ممكن اختصر كل الخطوات دي في ايه؟ ممكن اختصر الخطوات دي كلها. فقلت لك ايه؟ مش انا قلت لك دي كانت المعادله نرجعها لاصلها، كانت 3 س ودي كانت 2 س، ودي 105 ناقص 2 س ودي 3 س زائد 30. قلت لك اجمع السينات واطرح الارقام واقسمهم على بعض. يا عم الحاج ايه ده؟ 3 س و2 س كام؟ 5. مش قلت لك اجمع السينات؟ بقت 5. اطرح الارقام. 105 ناقص 30 كام؟ 75. بقى عندي 75 و5. اقسم مين على مين؟ كبير على الصغير. كل الخطوات دي اختصرتها في ايه؟
75 على 5 15. الكلام ده ما كانش ينفع اقوله لك لو كان الامتحان مقالي عشان تبقى فاهم، بس عشان هو الكلام ده كله مش هيتشاف، فانا ممكن اريح نفسي من الصفحه دي كلها واشتغل بطريقه خالد المصري اللي هي ايه؟ اللي هي من الاخر هو قال لي اجمع الارقام الصغيره واطرح الارقام الكبيره واقسمهم على بعض، او اجمع السينات واطرح الارقام تمام واقسمهم على بعض وشوف الرقم ده هتلاقيه عندك في الاختيارات في المساله. طيب نجرب كده تاني اهو، مش 3 س و2 س هيبقى 5 و105 ناقص 30 تمام؟ ما قلنا هنطرح دول 75 بقت 75 على 5 فيها ال 15. خلاص؟ يعني اتحلت يعني بص اهو انا لو مسحت كل ده مش محتاجه وجات لي المساله بالمنظر ده في الامتحان وبيقول لي سعر التوازن وكميه التوازن عادي جدا، اقول له ايه؟ ما هو خالد مصر قال لي نجرب التجربه دي كده في الامتحان ما يمكن بسرعه عشان ما نقعدش نكتب على الفاضي. هنعمل ايه؟ سينات اجمعهم 3 س و2 س يعني 5 س، بعد كده 5 تمام، وعندي هنا ارقام قال لك اطرحهم 105 ناقص 30 بقت كام؟ 75. طبيعي الكبير فوق ماشي، فبالتالي 75 على كام؟ على 5 فيها ال 15. المساله خلصت في خطوه واحده وخلصت كل العريضه اللي انا عاملها. طب ده سعر التوازن اللي هي س، طب انا عايز اجيب كميه توازن عادي بقى، احط ال 15 دي في اي واحده تمام، انا اشيل س دي واحط ال 15 يبقى 3 في 15 ب 45 زائد 30 هيبقى 75. خلصت المساله تمام كده، خلصنا التطبيق التجاري الاول المساله بتاعته معايا. معلش بس سامحوني لان لو بتكلم بسرعه والدنيا مدربكه لان انا جاي جري والنت والدنيا دي. طيب تعالى بقى التطبيق التجاري الثاني، واحنا كده على فكره خدنا شوط كبير قوي. التطبيق التجاري الثاني. معلش قبل ما اسيب بس اللي فاتت هيسالك في سؤال في الامتحان، يتحقق التوازن عندما تزيد الكميه المعروضه عن المطلوبه؟ اجابه خاطئه. يتحقق التوازن عندما تتساوى الكميه المطلوبه مع الكميه المعروضه؟ اجابه صحيحه. هيديك مساله عرض وطلب، هتحط العرض الاول وبعد كده هتحط الطلب الناحيه الثانيه وتجيب السنات مع بعض والارقام مع بعض زي ما عملنا، وارجع بالفيديو لورا شويه لو انت برضو مش مجمعها، عيدها اكتر من مره تمام. التطبيق التجاري الثاني هي نقطه التعادل والتكاليف الكليه. بصوا يا جماعه، اي مشروع في الدنيا واي نشاط في الدنيا بيتكون من حاجتين. طبعا انا مش هكلمكم في الموضوع ده باستفاضه لان هو اصلا يعني احنا هيبقى ناقصنا المحددات والمصفوفات، المنهج خلص يعني المنهج قليل مش كبير، فاحنا هنتكلم بقى بسرعه على نقطه التعادل والتكاليف الكليه. لما تيجي تقول لواحد فاتح ورشه مثلا تكلفتك كام تمام، عشان تقول له تكلفتك كام دي هيقول لك والله انا بدفع ايجار كذا، الكرسي ده انا فاتح ورشه لانتاج الكراسي، الكرسي بيكلفني ايجار مثلا 2000 جنيه، انا بدفع مش كرسي بيكلفني ايجار، الورشه نفسها بدفع ايجار 2000 جنيه. ايه واقف عشان الشبكه. طيب كملت تمام حلو قوي. كل كرسي بيكلفني 100 جنيه خامات، بديل خامات تمام، ببيعه مثلا ب 200 جنيه، ب 200 جنيه ماشي حلو كده. طيب الايجار ده اشتغلت ما اشتغلتش، امسك يا ياسر كده التليفون، تعالى كده، الايجار ده اشتغلت ما اشتغلتش هدفعه ولا لا؟ فبيتسمى ايه؟ تكلفه ثابته. ما بتروح دي الايجار ده تكلفه ايه؟ ثابته. الخامات دي تكلفه متغيره. ليه متغيره؟ لان انا اشتغلت هجيب خامات اكتر، يعني اشتغلت كتير هجيب خشب اكتر، اشتغلت قليل هقلل في الكميه، ما اشتغلتش خالص مش هجيبه، يبقى الخامات دي تكلفه متغيره تمام. ال 200 جنيه ده سعر البيع بتاعي، يبقى انا عندي كام حاجه؟ تكلفه ثابته، تكلفه متغيره، سعر البيع. دي المعطيات بتاعه التمرين، تكلفه ثابته، تكلفه متغيره، سعر ايه؟ بيع تمام. طيب انا اللي يهمني ان انا اغطي ايه؟ ان انا اغطي ال 2000 جنيه دول بتوع الايجار. طب تعالى بس كده الاول بالراحه، انا عايز اعرف
لو انا انتجت مثلا كرسيين في الشهر، كرسيين بس، تمام؟ الكرسيين دول هدفع كام؟ انا قلت كده كده هدفع 2000 جنيه ايجار، دي اساس معايا، زائد ايه؟ الكرسيين هيكلفوني كل كرسي خامات 100 جنيه، يبقى اذا زائد 200 جنيه خامات، صح؟ اللي هو ايه؟ اللي هو كرسيين، 2 كرسي في 100 جنيه، تمام؟ يبقى اذا انا هدفع كام؟ ايجار وخامات للكرسيين في الشهر 2200 جنيه. شغال؟ ها؟ فصل؟ لا، عشان انا عارف حدود البورد فين. هنا؟ طيب حلو قوي. ركز بقى، يبقى انا 2000 زائد 2 في 100 ب 200، يبقى 2200 جنيه. تاني كده بالراحه، اتفقنا مع بعض. تعال نشوف مساله عشان ما نضيعش وقت. بيقول لك اذا كانت التكاليف الثابته 4000 جنيه، دي المساله، والتكلفه المتغيره للوحده 10 جنيه، وسعر بيع الوحده 15 جنيه. مسألة هيجي لك الثلاث حاجات دول وهيسألك عليهم كام سؤال. هيقول لك الإيراد الكلي، دالة الإيراد الكلي، دالة التكلفة الكلية، نقطة التعادل. يعني ايه نقطة التعادل؟ بس الأول كده، نقطة التعادل النقطة اللي عندها لا أكسب ولا أخسر، لا أكسب ولا إيه؟ ولا أخسر. تعالى كده بس وخد بالك إن هيبقى في طريقتين لحل المسألة دي، طريقة أكاديمية وطريقة بتاعتي أنا، تمام؟ فهحل بالطريقة الأكاديمية الأول. بص يا سيدي، الإيراد الكلي فين هنا؟ هنا بيقول لك دي التكاليف، دي اسمها إيه؟ تكاليف ثابتة، ودي اسمها تكاليف متغيرة، صح؟ يبقى أنا عندي تكاليف ثابتة وتكاليف إيه؟ متغيرة، وعندي سعر بيع. هو الإيراد دي كلمة إيراد ولا تكاليف؟ دي تكلفة ودي تكلفة، يبقى دول ماليش علاقة بيهم. دي كلمة إيه؟ الإيراد، تمام؟ الإيراد الكلي بيساوي إيه؟ بيساوي سعر البيع في عدد الوحدات. فدي أول قانون أهو، الإيراد الكلي بيساوي سعر البيع في عدد الإيه؟ فين سعر البيع في دي المعطيات بتاع المسألة. اللي فوق ده خلاص. تعالى كده، مسألة اهي، مديك تكاليف ثابتة 4000 ومديك تكاليف متغيرة 10 جنيه ومديك سعر بيع 15 جنيه. الإيراد الكلي بيساوي إيه؟ سعر البيع في عدد الوحدات. سعر البيع كام؟ 15 جنيه. يبقى أقول له 15 في عدد الوحدات اللي هو س معرفوش، يبقى 15 س. كده أول سؤال. السؤال الثاني التكلفة الكلية. التكلفة الكلية إيه؟ تكلفتك الكلية يبقى بتساوي، هتقول كده التكاليف الثابتة زائد التكاليف المتغيرة في عدد الوحدات. مش أنا قلت لك من شوية إحنا بندفع إيجار 2000 جنيه؟ زائد 100 جنيه خامات لكل كرسي في كرسيين، يبقى 2000 زائد 100 في 2، تمام؟ في طريقة مختصرة دلوقتي يا أولاد، تمام؟ يبقى التكاليف الثابتة عندي كام في المسألة دي؟ 4000 زائد التكاليف المتغيرة كام؟ 10 جنيه في عدد الوحدات اللي هو ما عرفوش، هحط له ايه؟ س. طيب نقطة التعادل ان انا يبقى التكلفة قد الإيراد. التكلفة قد الايه؟ الإيراد، لا اكسب ولا اخسر. التعادل يعني جايبه همها بالظبط، تمام؟ فهتقول لي ايه؟ هتقول لي ان التكلفة الكلية او الإيراد الكلي، ابدأ بالإيراد، هتقول لي الإيراد الكلي لازم يساوي التكلفة الكلية عشان اجيب نقطة التعادل. تعالى كده، الإيراد الكلي احنا جبناها اهي 15 س، يبقى 15 س لازم تساوي التكلفة الكلية اللي هي 4000 زائد 10 س. قلنا نجيب السنات مع بعض والأرقام مع بعض، أنا عندي هنا س وس، تمام؟ فهقول له إيه؟ هقول له 15 س زي ما هي اهي، هيجيب لها أختها دي الناحية التانية اللي هي زائد 10 س، هتبقى ناقص 10 س بتساوي 4000. عملت أنا إيه؟ 15 س زي ما هي نزلتها، ده رقم وده جنبه س، فهاخد السنات مع بعض، تمام؟ هيبقى هنا 15 س ناقص 10 س هيساوي كام؟ 5 س بتساوي كام؟ 4000. اقدر اجيب س؟ بقى عندي رقم سايب ورقم مربوط، او رقم مطلق ورقم مقيد.
فهقول له ال 4000 على الخمسة، تمام، هيديني 4000 على الخمسة في 48 هيبقى 800 وحدة. دي نقطة التعادل. الدش الكتير ده عندك اختصار ليه؟ عندي اختصار ليه جامد. تعالى كده هيديك أي مسألة في الدنيا. بصوا بقى، ريح نفسك من كل ده. هيسألك الثلاث أسئلة اللي هي أول سؤال أهو، الإيراد الكلي كام؟ التكلفة الكلية كام؟ نقطة التعادل إيه؟ تمام؟ هتعمل إيه حضرتك بقى؟ أول ما تشوف المسألة دي في الامتحان لازم يبقى لها 3 معطيات، 1 2 3. أول سؤال بيقول لك الإيراد الكلي، بيقول لك إيه؟ أهو، تعالى نفس السؤال. لحد هنا يا ياسر شغال؟ شغال لحد فين؟ لحد 15 الشهر. لحد الإيراد. دي الطريقة اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي. تعالى بقى لما يجي لك بقى في الامتحان يقول لك 4000 تكاليف ثابته و10 تكاليف متغيره وسعر بيع 15 او ايا كانت الارقام، هتعمل ايه حضرتك؟ اول حاجه بيقول لك قول لي الايراد الكلي كام؟ الايراد، كلمه السؤال في الامتحان هيبقى قول لي داله الايراد الكلي. داله الايراد الايه؟ الكلي. ابص على الثلاثه دول، دي اسمها ايراد ولا تكلفه؟ اسمها تكلفه، تكاليف ثابته. دي اسمها ايراد ولا تكلفه؟ اسمها تكلفه. يبقى اذا لا تنفع دي ايراد ولا ينفع دي ايراد. ده اسمه سعر البيع. يبقى ده الايراد ولا لا؟ يبقى الحاجه الوحيده اللي تصلح في الثلاث ارقام دي اللي يتقال عليها ايراد هي ال 15. يبقى داله الايراد 15 للكرسي الواحد في 15 س. تمام؟ 15 ايه؟ س. دايما تحط، لان انا ببيع الكرسي ب 15، ففي اي عدد كراسي كده خلصت اول واحده من غير ما اصلا ادش الدش ده كله. لقيت لك الثلاث ارقام اهم اهو، المساله اهي. هيقول لك تكاليف ثابته، شايف هنا يا ياسر؟ 4000 تكاليف، ها؟ باين هنا؟ تكاليف متغيرة 10 جنيه، سعر بيع 15 جنيه. وهيقول لك الإيراد الكلي كام حضرتك؟ والتكلفة الكلية قول لي الدالة بتاعتها، ونقطة التعادل. تعالى كده الإيراد الكلي. عايز الإيراد الإيه؟ الكلي. تعالى هنا 4000 وهنا 10 وهنا 15، بس دي مكتوب عليها تكلفة، هو عايز إيراد. دي تكلفة حضرتك ودي تكلفة حضرتك، يبقى ما ينفعوش في دي خالص. لكن ده اسمه سعر بيع، دي الوحيدة اللي تنفع إيراد. يبقى الثلاثة دول أنهي رقم منهم ينفع إيراد؟ ال 15. يبقى حضرتك هتلاقي عندك في الاختيارات في الامتحان 15 ولا 10 ولا 3 ولا 30 مثلا، تقول لي إيه؟ 15. هتختار اللي هي ال 15 س. تمام؟ لأن الإيراد بيبقى في عدد الوحدات. معايا؟ كده حليت أول واحدة من غير الدش. طب تعالى تاني حاجة، التكلفة الكلية. الرقمين اللي باقيين. مش أنا خلاص خدت دي؟ مش أنا خدت ال 15 خلاص خدتها. تمام؟ هو عايز التكلفة الثابتة ولا المتغيرة ولا الكلية؟ عايز التكلفة كلها كام؟ حضرتك أنا بدفع 4010 جنيه لكل واحدة. يبقى إذا لو يقول لي التكلفة الكلية أقول له حضرتك 4000 ده إيجار ثابت زائد، مش عايز التكلفة الكلية. أنا عندي كام تكلفة؟ دي تكلفة ودي تكلفة. هو عايزهم كلهم، يبقى تقول زائد بعض. ال 4000 زائد ال 10. ودي 10 للكرسي الواحد تحط جنبها س. الارقام اللي الصغيره دايما هتلاقي جنبها س. او ريح نفسك في الامتحان هتلاقي الاختيار الوحيد ال 4010، ودي هتلاقي الاختيار الوحيد ال 15. خلصت تاني واحده من غير الدش. طب تالت واحده نقطه التعادل. نقطه الايه؟ التعادل. معادله بتاعت خالد المصري كده، التكاليف الثابته على المكسب، على الربح. تكاليف الثابته على الربح. او اقول لك على حاجه، اكبر رقم هتقسمه على الرقمين مطروحين من بعض. مش فاهم، واقولها لك علميا يعني ايه. تعالى كده، اكبر رقم عندي انا محتاج اغطيه ايه؟ نقطه التعادل، تكليف ثابت اللي هي كام؟ 4000. يبقى ال 4000 دي باشا كده اهي على الرقمين دول مطروحين من بعض. انا عندي، مش انا خلاص خدت الاربعه، ده اكبر رقم. انا عايز اجيب نقطه التعادل دلوقتي. خدت اكبر ايه؟ طبعا ده اختصار معايا، انا بختصر عليك عشان في الامتحان تنجز وقتك. فاكبر رقم عندي ال 4000 على مكسبك. هو انت تكلفتك للقطع 10 وبتبيعها ب 15، يبقى مكسبك 5 جنيه. تمام؟ يبقى 4000 على 5 جنيه هيساوي 800 وحده. ركز كده، هم مش الثلاثه دول، هم الثلاثه دول. في الاخر انا كنت عايز اوصل ل 800 وحده، دي وصلت لها باقل مجهود. وصلت لها باقل مجهود. تمام؟ يبقى انا عملت ايه دلوقتي؟ قول لي دي علميا معلش. هو انا مش عشان احقق التعادل اغطي تكاليفي؟
وانا اهم تكلفه عندي الايجار اللي هي ال 4000 جنيه، عايز اغطيهم، هتغطيهم منين؟ لازم تبيع كام واحده عشان تدفع الايجار بس؟ 800 واحده، لان انت لو خدت 8 في 5 ب 40 يبقى 800 في 5 ب 4000. واصله؟ واصله؟ طيب نجرب في مساله تاني ونختم على كده. نجرب في مساله تاني اهو، كل الدش ده تمام. مش هكتب لكم، مش هحل لكم بالطريقه الطويله دي تاني، هحله بالطريقه اللي هي الايه المختصر. بيقول لي في مساله هنا اذا كانت التكاليف الثابته، اذا كانت التكاليف الثابته 8000 جنيه. هدي برضه فرصه الناس تحل بسرعه. اذا كانت التكاليف الثابته 8000 جنيه والتكاليف المتغيره 12 جنيه وسعر البيع 20 جنيه، وعايز منك كام حاجه؟ 3 حاجات: الايراد الكلي، داله الايراد الكلي، وتاني حاجه التكلفه الكليه، ورابع حاجه نقطه التعادل، ثالث حاجه نقطه التعادل. تمام؟ نختصر، نحل بالطريقه المختصره. انا عندي 3 ارقام، اول واحده عايز منها ايراد، بالثلاث ارقام دول عايز الايراد. دي اسمها تكاليف، ما تنفعش في الايراد خالص. دي اسمها تكاليف، ما تنفعش في الايراد خالص. دي اسمها سعر بيع، بيع يعني ايراد، دي الوحيد، يبقى 20. ودايما هتلاقي جنبها س، لاني بضرب 20 في كل قطعه، يعني ببيع كل قطعه ب 20 جنيه، 20 س. كده حليت اول واحده، اول مطلوب في الامتحان. تاني مطلوب التكاليف الكليه الثابته، حضرتك عايزها ولا المتغيره؟ قال لك عايز الكليه، يعني عايز كله، يعني عايز ثابته ولا متغيره؟ عايز الكل. يبقى انا عندي الثابته وده عندي المتغيره، وهو مش عايز الاثنين، يبقى هتقول له ال 8000 زائد الايه؟ ال 12، بس دي التكلفه المتغيره الوحده الواحده. تمام؟ يبقى 12 س. ريح نفسك في الامتحان، هتلاقي اي عندك اختيار فيه 8000 و12، يبقى هو ده الاختيار الصح. كده خلصت. الايراد الكلي جبته، التكليف كلها جبتها. عايز اجيب نقطه التعادل، نقطه الايه؟ التعادل، النقطه اللي عندها لا اكسب ولا اخسر. قلت لك التكاليف الثابته على هامش المساهمه او هامش الربح، او ريح نفسك الرقم الكبير، تمام؟ اللي هو كام؟ اكبر رقم 8000 اهو فوق، مقسوم على مين؟ على مكسبي، اللي هو الرقمين مطروحين من بعض، اللي هو ال20 وال12. تمام؟ هيساوي 20 ناقص 12 هيبقوا كام؟ 8. قلت لك دي قانون ايه؟ هقول لك التكاليف الثابته على هامش الربح او هامش المساهمه. هيديك نقطه التعادل، احسن ما تعمل ايراد كلي وتكلفه كليه وتساويهم بعض والسيرات مع بعض والارقام مع بعض وتريح دماغك من القصه دي كلها. 8000 على ال8 يبقى 1000 وحده. تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا اللي احنا عايزين نقوله النهارده. تمام؟ طبعا اللي حل كده بقى هيكتب برضو في الكومنتات. تمام؟ طيب احنا قلنا ايه كام حاجه بس النهارده عشان بس ما نبقاش ايه 7 بتساوي. وقلت لك المعادلات او المعادله من الدرجه الاولى دي كان حلها كده بمنتهى البساطه. قلت لك هتعمل السينات مع بعض والارقام مع بعض. انا اصلا ما عنديش ارقام، ما عنديش سينات ولا ايه، ما عنديش الا ارقام بس. فهتعمل ايه حضرتك؟ هتقول هنا يساوي، تمام؟ هتقول كده 3 س، تمام؟ هتقول 3 س زي ما هي، هتاخد موجب 7 توديها الناحيه الثانيه، تمام؟ جنب الرقم بتاعها يبقى 22 ناقص 7، هي زائد 7 تبقى ناقص 7، هيبقى هنا 3 س بتساوي 22 ناقص 7 كام؟ 15. واقول له اذا س بتساوي 15 على 3. ليه؟ السايب على المربوط، ودي 15 على 3 فيها ال5. دي كانت اول مساله خدناها. ايه المساله الثانيه؟ كان التطبيق التجاري الاول اللي هو العرض والطلب في السوق، وكان مديك ضله العرض وضله الطلب، وقلت لك العرض لازم تحطه جنب الطلب ويتساوي بعض. هيديك الداله بتاعه العرض مثلا زي ما احنا قلنا كده مثلا فين ماشي. هنقول مثلا اذا كانت ضله العرض كانت في المساله 3 س زائد 5 اهي بتساوي داله الطلب. طيب
المعادلات قلنا 3 س زائد 7 دي كانت السؤال كده تمام. قلت لك هتاخد الارقام تحطها مع بعض وتسيب س لوحدها، نزلت س بقول يساوي، شلت زائد 7 وديتها الناحيه الثانيه ناقص 7 بعد ال 22، ف 3 س زي ما هي اهي، 22 ناقص 7 بيساوي 15، بقى عندي 3 س بتساوي 15. اقسم السايب على المربوط، السايب على المربوط، السايب يعني ايه؟ يعني كان رقم ما فيش اي رموز جنبه، المربوط الثلاثه كانت مربوطه برمز اللي هو س، تمام. بقى عندي 15 على 3 فيها الخمسه. طيب التطبيق التجاري الاول اللي هو التوازن في السوق، التوازن لما يبقى العرض قد الطلب هيديك داله للعرض اسمها 3 س زائد 5 مثلا او ايا كان، تمام، وهيديك داله الطلب اللي هي احنا قلنا عليها كانت 25 ناقص 2 س مثلا، تمام. قلت لك كل اللي انت هتعمله هتجيب السينات مع بعض والارقام مع بعض، وفي طريقه مختصره اتفقنا عليها. يعني اجيب ايه؟ هقول هنا 3 س دي نزلها زي ما هي وابدا بالعرض في المساله دي، ابدا بالعرض، تمام، واقوم مودي سالب 2 س دي الناحيه الثانيه هتبقى هنا موجب 2 س، تمام. والرقم برضه اوديه الناحيه الثانيه، خلاص انا كده خليت السينات هنا مع بعض والارقام اخليها مع بعض. 25 دي انا ما لمستهاش فسيبها زي ما هي، زائد 5 وديتها الناحيه الثانيه هتبقى ناقص 5، هيبقى المساله عندي بقت 5 س بتساوي 20. 5 س بتساوي ايه؟ 20. هعمل زي ما عملت هنا السايب على المربوط، هقول له كده اذا س بتساوي 20 على 5 فيها الاربعه، وكده كان حليت المساله او الموضوع الثاني، تمام. وقلت لك في اختصار وجربه في الامتحان، هتجمع السينات وتطرح الارقام وتقسمهم على بعض. لو انا جيت جمعت السينات 3 و2 يبقوا دي 5، وطرحت الارقام 25 ناقص 5 يبقوا دي 20، 20 على 5 بدل ما اقعد اعمل كل ده هيطلع لك الرقم، يبقى انت كده تمام. ده كان سعر التوازن. كميه التوازن قلنا السين اللي طلعت دي نحطها في اي واحده من الاثنين، يا عرض يا الطلب، تمام. فاحنا لو حطيناها في العرض 3 س في 4، تمام، بقت 3 في 4 ب 12 زائد 5 بقت 17. لو انا حطيتها هنا في الطلب مثلا هتبقى هنا 2 في 4 اهي، يبقى 2 في 4 ب 8، 25 ناقص 8 هيبقى برضه ايه؟ 17. يبقى كده انت مسألتك صح. قلنا التطبيق التجاري الثالث او الثاني ولا ايه؟ اللي هي نقطة التعادل. وقلت لك كده هيجي لك في الامتحان ويقول لك مثلا اذا كانت التكاليف الثابتة 4000 جنيه والتكاليف المتغيرة مثلا ايا كان بقى كانت كام؟ كانت 10 جنيه وسعر البيع 15 جنيه. عايز منك 3 حاجات، هيقول لك قول لي الايراد الكلي كام، وقول لي التكلفه الكليه كام، وقول لي نقطه التعادل كام، تمام. قلت لك لما يجي يقول لك الايراد الكلي طبعا دي اسمها تكاليف ودي اسمها تكاليف ودي اسمها سعر بيع، انهي واحده فيهم ايراد؟ تكاليف لا، تكاليف لا، سعر بيع يبقى دي الايراد، يبقى ال 15، وطبعا جنبها س لان انا ال 15 لكل واحد. التكاليف الكليه يعني ثابته ولا متغيره حضرتك؟ كلهم، بقول لك الكليه يبقى تقول دي زائد دي، اللي هم ال 4000 زائد الكام؟ زائد ال 10 طبعا في عدد الوحدات س. طيب نقطه التعادل قلت لك هتجيب اعلى رقم عندك اللي هو التكاليف الثابته تقسمه على مكسبك، ماشي، وريح نفسك. ايه اللي هو اعلى رقم عندي؟ اعلى رقم عندي اللي هو، او هات التكاليف الثابته عامه على المكسب، المكسب اللي هو التكاليف المتغيره ناقص سعر البيع. مش انت الكرسي بتكلفه 10 جنيه تبيعه ب 15 يعني بتكسب 5 جنيه على المكسب، 4000 على الخمسه فيها 800 وحده، وكده خلصت المساله. وكده غالبا خلصنا جزء كبير قوي في الرياضه، يعتبر يعني اكتر من 40% من المنهج معايا. طبعا في حاجات تانية، في اختصارات تانية وفي دنيا تانية ان شاء الله. انا بس قبل ما اقفل باذن الله، طبعا الناس اللي بتسال على الجدول، تمام، في جدول الاستاذه هاجر هتنزله لكم بقى دلوقتي بعد اللايف ان شاء الله، هنبداه من الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. طبعا هي بنسبه كبيره الجامعه يوم الجمعه، تمام. ايه نزل؟ طب خلاص، هو جدول الجامعه كمان نزل واتشير على الجروبات دلوقتي. فاحنا ان شاء الله هنبدا الكورسات، جدول الكورسات هيبقى يوم سبت وثلاث، ده الميعاد الاساسي، واللي ما يقدرش يحضر في سبت وثلاث هيبقى عنده يوم الجمعه ده مكثف بنشرحه اللي شرحناه في سبت وثلاث، تمام. ده الجدول اللي عاوز ايه يحضر، تمام. موضوع الاونلاين ده برده كمان هتبقى تواصلوا مع استاذه هاجر هنقول لكم عليه. معلش سامحوا لي النهارده على اللخبطه وعلى النت عمل المشكله دي، وهحط امتحان تاني برضو في الرياضه زي ما حطينا امتحان في المحاسبه. معلش ظروف النت هنا دلوقتي ما تسمحش ان انا احل لكم امتحان المحاسبه، احله على ايدي بقى في البيت ان شاء الله كده لما اروح، تمام. تحياتي ليكم، واذا كان من توفيق فمن الله عز وجل، واذا كان من تقصير فمني فسامحوني، وتحياتي ليكم، ويا رب دايما اشوفكم على خير. شد حيلكم، الدنيا كويسه قوي على فكره زي ما قلت لكم قبل كده. انت الخطوه ايجابيه مش هتشغلك صدقني، بل بالعكس
هتفيدك وهتضيف لك كتير قوي، استغلوها كويس. تحياتي ليكم، خالد المصري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير ان شاء الله.